الا كانت عندكم فلفله حاره بكميه كبيره وعجزتوا تشووها باش ديروها حميص، ديروها بالطريقه نتاعي حميص بلا ما تشووها وتجي بزاف بنينه على ضمانتي. للامانه هاد الطريقه تلاقيتها في اليوتيوب، بصح والله ماني عاقله اسم القناه باسكو عندها مده وين كلينا الحميص في واحد الريستورون انا والزوج وعجبنا بزاف، الوغ ولينا نشرو الحار وبقيت نديرو بهاد الطريقه. للعلم انه من قبل ما كناش ناكلو الحار. راح تجيبوا الفلفله الحاره تاعكم تحلوها تنقوها من الداخل مليح من الزريعه من هذاك الجزء الابيض اللي يجي فيها. كي تكملوا الكميه اللي عندكم سواء قليله ولا بزاف على حساب، انا هنا كان عندي بزاف، ديروها في الاشواق تطحنوها بصح شهيله ما تخلوهاش تولي ليكيد، تخلوها كيما راهي هنايا في الفيديو. ابخي تجيبوا مقله ولا طاجين تحطوا فيها شويه زيت زيتون شويه زيت نورمال، ديروا فيها الفلفل الحار تاعكم، تزيدوا سنينات ثوم، انا في هذه الكميه كامله درت 4 سنينات كبار وانتم ديروا كيما تبغوا، والملح ثاني على حسب الرغبه. ابخي راح تدوها على نار هادئه الى متوسطه، تبلعوا عليها وتخلوها طيب على خاطرها. في هذا الوقت انا جبت طماطيش، استعملت 3 في هذه الكميه. طماطيش الا كان بغيتوا ترابيوها وما ديروهاش في الاشواق من الافضل تقطعوها بهذه الطريقه، غادي تجيكم سهله. هنا وريتكم الفلفله قبل ما طيب غايه، غادي تخلوها حتى لوين تذبل المليح ويدخلها الطياب. في هذاك الوقت زيدوا الطماطيش تاعكم، انا هنا زدت نص الكميه باسكو بانت لي بلي بزاف. كي خلطت شفت باللي خصني الوغ كملت هذيك اللي بقات. ابخي تاني غادي تغطوها تدوها على نار متوسطه الى هادئه وتخلوها تبقبق وتتجمر على خاطرها، لازم تنشف مليح من هذاك الماء وما تخلوهاش فيه، تجي بزاف 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 بنينه. وصدقوني والله العظيم غير هذه عجبتنا اكثر من اللي كليناها في الريستورون، الوغ كل في الريستورون على ما اظن شاويينها. كيما حنايا ما نقدروش ناكلوا الحار كيما وحدين هكا يحطوه في الطبسي وياكلوه ديريكتومون، مي عمرتوه في بلارات اللي كانوا نقيين ومعقمين وناشفين مليح من الماء، ومن الفوق زدت شويه زيت زيتون لانه يعتبر كماده حافظه. تحطوها في الفريجيدير تشد معكم حتى لشهر وانتم تاكلوا بها عادي. وعلى بالي بلي راح يجوني وحدين في التعليقات ويقولوا لي بلي هذا ماشي حميص باسكو الحميص لازم نشويوه. انا ما قلت العكس، اللي تبغي تشويه بصحتها اكيد انه المشوي راح يجي فيه بنه اكثر. مي هذا ثاني بلا ما نتعب روحنا يجينا بزاف بنين ومجمر وهايل وكاع اللي ياكلوا يعجبوا. ونصيحه اخرى ثاني، الا كان درتوا هذه الطريقه استعملوا ديكون قفازات ماشي كيما انا درت بلا ليكون، ومن بعد الحار حسيته شويه حرقني في يدي. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش تعموني بجيم كومونتير وتابونيو. على بروشين.